نادي غزل المحلة بيسف على الزمالك او بيقصف جبهة الزمالك بسبب تشابه لون التيشيرتات بين نادي غزل المحلة وبين التيشيرت اللي الزمالك لعب بيه اول مباراة ليه في بطولة افريقيا اليوم ضد الشرطة الكيني، واللي فاز فيها نادي الزمالك 1-0 بهدف عبد الله السعيد. نادي الزمالك المحلة. بعد المباراة وعلى صفحته الرسمية كتب بوست بيقول فيه: احذروا التقليد، ليس للسماوي فروع اخرى، ويقصد التيشيرت اللي لعب بيه نادي الزمالك، وان تيشيرتات نادي الزمالك فيها تقليد كبير جدا لنادي بلدية المحلة. طبعا البوست بوست كوميدي، ولكن نال اعجاب كبير جدا من الجماهير وتفاعل سواء من جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ضحكت وهزرت وقالت احذروا التقليد، ليس في 100 عقبة فلاحين بيردوا على جماهير المحلة وعلى صفحة المحلة. طبعا الحاجات دي حاجات يعني عادية وبيكون فيها تفاعل كبير جدا. طبعا كلنا شفنا مباراة الزمالك النهاردة، ما نقدروش طبعا لا نحكموا على الزمالك النهاردة ولا نقدروا نحكموا على الاهلي من مباراة بكرة. نقدروا نحكموا على الاهلي والزمالك من مباراة السوبر اللي هتكون يوم 27 في السعودية، هتكون يوم جمعة، هتكون الساعة 9 بالليل. طبعا القناة اللي بتذيع المباريات اللي ذاعت مباراة الزمالك النهاردة وهتذيع مباراة الاهلي بكرة هي قناة ابو ظبي اللي ترددها 11411 ومعدل الترميز 30000 يا جماعة. طبعا في ناس كتيرة قالت في مشكلة والقناة مش عارفين نستقبلوها. انا نزلت لكم فيديو امبارح ازاي تظبط الدنيا عندك وازاي تستقبل القناة بسهولة عشان تتابع عليها المباراة. اي حد عنده استفسار يكلمني. تاني، الصفقات الجديدة ولاعيبة الاهلي ولاعيبة الزمالك ومستوى الفرقتين هيبقى ايه، ما فيش مخلوق على وجه الارض يقدر يحدد، والاختبار الحقيقي هيكون السوبر هو اللي هيبين الصفقات الجديدة نجحت ولا لا، الصفقات الجديدة هتعمل ايه، شكل الفرقة هيبقى ازاي، خطط المدربين، التعامل مع المباراة، الضغوط، كل ده هيبان في مباراة يوم 27. هتكشف الكتير جدا جدا من مستوى الفرقتين. لو الزمالك خسر المباراة هيكون في مشكلة كبيرة جدا جدا، والمباراة دي هتهدهم، والمباراة دي هتأثر عليهم تأثير كبير جدا. عكس الاهلي واخد بطولات كتير السنة اللي فاتت وعادي، يعني لو خسر المباراة الاهلي بيقدر يتجاوز بسهولة وبيقدر يعدي، لكن الزمالك لا، الزمالك لو خسر جموس هيبقى في صعوبة جدا جدا انه يكمل بعد كده، رغم اننا في بداية الموسم ولسه ما لعبناش حاجة خالص. انما جماهير الزمالك، في جماهير كتير من جماهير الزمالك مش مقتنعة حتى الان بجوميز ولا مقتنعة باداء جوميز، وفي ناس بتقول ده مدرب تعبان، وفي ناس بتقول ده مدرب على قده، وفي ناس بتقول ان هو ما بيقدمش جديد، وفي ناس مش عاجبها الاداء النهارده حتى ضد الشرطة الكيني رغم انه فريق متواضع وفي بطولة متواضعة اللي هي الكونفدرالية. انما بيقولوا الزمالك ما ظهرش، ولكن ممكن يا جماعه لعيبه الزمالك تكون بتلعب على قد المباراه بس. خلاص فزنا 1-0 ومباراه وتعدي وانتهينا، وفي القاهره هنا هنحسموا الموقف اكتر واكتر، والموضوع يعتبر منتهي يعني للزمالك، ويعتبر كمان الاهلي بكره يعتبر موضوعه منتهي. العمليه في ظل 32 سهله. تاني، مباراة الاهلي والزمالك هي اللي هتبين وهي اللي هتكشف المستوى الحقيقي. اي استفسار انا تحت امركم على قناتي، اكتبوا لي في تعليقات وهرد عليكم. شفرات، عاوزين ترددات القنوات اللي بتنقل اي مباريات او اي دوريات في العالم، انا تحت امركم. شكرا.